محمد أحمد حجازي هو أول مواطن مصري مسلم يرفع دعوة هي الأولى من نوعها أمام المحكمة الإدارية أمس الأول. رفع قضية لتحويله من الإسلام إلى المسيحية. المفروض أو كما عرفنا إن هو ما تنطبقش عليه الحالات اللي فاتت إن هو كان مسيحي ودخل وخرج والمشكلة اللي احنا اتكلمنا فيها أكتر من مرة. لا، هذا شخص عنده 25 سنة بيقول إن هو عنده 16 سنة دخل المسيحية واتجوز واحدة مسلمة، وبعد كده هي كمان عايزة ترفع نفس القضية عشان ابنهم الجديد يكتب في البطاقة مسيحية. قضية الأولى من نوعها، حالة الأولى من نوعها تشهدها مصر. فنفكر ماليا، لأني مش هعلق خالص بعد التقرير، غالبا هنطلع فاصل مباشرة، إنه هل الذي يحدث هو اتساق مع المجتمع المدني اللي هو بيكفل حرية الدين، ولا هناك أيادي غريبة تعبث؟ هناك رغبة في إشعال الحرائق أو رغبة باللعب بالنار في هذا البلد. كل الأفكار والتصورات هنرجعها للغد بعد مشاهدة هذا التقرير، بعد التصوير مع محمد في مكتب محاميه ممدوح نخلة. معتنق المسيحية من 9 سنين، ولكن الإجراء الرسمي اللي عملته عشان أكون مسيحي أو إن أنا أتعمد فده من سنة واحدة بس. وأنا رافع دعوة بتغيير خانة البطاقة من خانة الديانة في البطاقة من مسلم إلى مسيحي. أنا دلوقتي ومراتي اللي معتنقين المسيحية عندنا طفل جاي في الطريق ونفسنا إنه يتولد على عقيدتنا، وده حقنا الطبيعي. العلاقة بأهلي مقطوعة من زمان، لأن المسألة ديت مسألة اعتناق أحد أفراد الأسرة لدين معين، دي مش بس بيرجع ليها أسباب تعصب ديني، لا دي بيرجع ليها أسباب عادات وتقاليد وموروثات مجتمع. يعني سواء كان الجانب مسلم أو مسيحي بيبقى فيه موروثات مجتمع بتحكم ده في النهاية. يعني إيه منظرنا قدام الناس، نقول إيه للناس، عادات اجتماعية كتيرة بتحكم ده في منطقتنا بالذات. أنا مراتي مسيحية، يعني هي كانت مسلمة واعتنقت المسيحية قبل ما نتجوز، وأنا كذلك كنت مسلم واعتنقت المسيحية قبل ما نتجوز. المسألة إن أنا طبعا مقتنع بالمسيحية، وإلا ما كنتش هقول إن أنا مسيحي. أنا عشان أقول دوت وفي المجتمع دوت لازم أكون متأكد جدا إن أنا مقتنع بالمسيحية. أنا ممكن يجي عليا وقت أحس إن أنا غلط في أشياء كتيرة، أما في اعتناقي للمسيحية فلم يحدث وما أعتقدش إنه يحدث أبدا. الكنيسة علشان عشان واحد يعتنق المسيحية لازم بتقول له اقرا تاني وراجع نفسك تاني وابحث تاني ودور تاني، ولما تتاكد ان هو مقتنع تماما وده قراره الاخير بتقول له خلاص. لكن مش على طول بتتلهف عليه وتاخده، لا، لابد ان يكون متاكد من قراره. بلا شك نحن امام اول قضيه من نوعها في تاريخ القضاء المصري، وهي قضيه خاصه بحريه العقيده. شخص يريد ان يعتنق الديانه المسيحيه استنادا إلى حقه الذي كفله الدستور والقوانين ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان، وأكده فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة في أنه لا إكراه في الدين، وأنه لا عقوبة على الشخص المرتد، أنه عقابه في مؤجل إلى الآخرة، وليس هناك عقوبة أرضية لمن يرتد. وبالتالي نحن أمام قضية حقوقية بالدرجة الأولى، لا شأن لها بالعواطف أو الدين أو أي اعتبارات اجتماعية أخرى. هي قضية قانونية إنسانية بحتة. لا تعليق، فقط تساؤلات نفكر فيها حتى الغد. هل هذه القضية تخدم كثيرا من يزعمون أن هناك حركة تبشير كبيرة وقوية في مصر؟ هل هناك أيادي تدفع بمحمد لدخول هذه القضية الغير هينة وهو عنده بس 25 سنة؟ هل هناك من يتمنون أن مصر تولع فيها النار؟ أم أن المسألة أصغر من ذلك بكثير، مجرد واحد خرج عن حظيرة الإسلام والإسلام لا يريده؟ في إطار هذه التساؤلات، لا، في تساؤل كمان إنه هل محمد بتصرفه ده حر وهو لا يؤذي أحدا ولا يجب إيذاؤه؟ بكرة إن شاء الله هنكون معاكم على الهواء، واتصالات من حضراتكم واتصالات ومداخلات مع شخصيات ثقيلة في هذا البلد عرف عنها حرصها على وطنها حتى مع اختلاف ديانتها. كل هذا في حديث الغد.